أهلا بكم. جمعية النهوض بشباب تونس تلجأ إلى القضاء الاستعجالي بموجب عريضة تطلب حل وتعليق نشاط جمعية شمس. محمد أمين الكوكي رئيس الجمعية يوضح لإذاعة الشباب. شكاية استعجالية إلى السيد وكيل الجمهورية المحكمة الابتدائية بتونس واحد إيقاف نشاط جمعية شمس بأن نشاطها يتخالف مع قانون الجمعيات المتمثل في المرسوم 88 ل 2011. الفصل الرابع من نفس المرسوم تمنع دعوة جمعية إلى العنف والكراهية والتعصب والتميز على أسس الدينية أو الجنسية أو الجهوية، ويتمثل هذا في مخالفة الفصل 32 من قانون الجزائيات. البلاد التونسية تجرم اللواط والإسحاق ويعاقب كل ما عليه ب3 سنوات سجن. وستعلن أيضا جمعية النهوض بشباب تونس رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة مفتي الجمهورية التدخل الفوري لإيقاف نشاط هذه الجمعية. غدوة على 9 صباحا سنقوم بتقديم الملف إلى المحكمة الابتدائية بتونس. مع اقتراب موعد إجراء امتحان البكالوريا بادرت جمعية ابتسام سيدي علي بأحمد الخصخوسي يقول إن تكوين جبهة سياسية موحدة من شأنه أن يعيق عمل الحكومة الحالية من خلال التدخل في قراراتها. في الصيف والصيف ضيف اللي يمشي شارجي يرجع